يكفينا خوف من المجتمع. وتعالوا خلينا نحكي بصراحة، جماهير برشلونة وريال مدريد دقين لي ببعض هالفترة على أساس إنه أنديتها مغنمة الدنيا، وهم كل واحد فيهم نادي قاعد بتسابق مين الأسوأ من الثاني. طيب أنت شايف الأندية الثانية؟ شايف للأندية المملوكة لوين قاعد بتوصل؟ كان فنيا ولا كان اقتصاديا ولا شو ما كان؟ يا جماعة احنا في عدة اسباب راح توصل برشلونة وريال مدريد الى القاع اذا بيستمر الوضع هيك. اولا الاتحاد الاسباني والرابطة الاسبانية والقوانين اللي بتفرضها على الاندية، وثانيا هذول الناديين نفسهم بموضوع الجمعية العمومية. يا اخي كل الاندية المملوكة قاعدة بتضخ مصاري واستثمارات ودنيا بانديتها، الا برشلونة وريال مدريد قروض 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 عشان تقدر تجاري. انت هيك ما راح تقدر تجاري يا عمي. ما بدك تبيع، بيع جزء بسيط لمستثمرين خليهم يضخوا. انت ما راح تقدر تجاريهم هاي الانديه المملوكه. باريس سان جيرمان شوف لوين قاعد بوصل. بعدين بدك تقول لي مدريد قادر يجيب صفقات الفتره، لكن عليه ديون ريال مدريد اذا انت ما بتعرف، عليه قروض للملعب بمليار ولا مش عارف قد ايه، مبلغ فلكي. انت الى متى بدك تقدر تضلك تجيب صفقات؟ طب مدريد نفسه ما بده تنافسيه بالدوري؟ مش لازم يصير في تنافسيه ولا بوقع مدريد معاهم كمان؟ الى متى يا رجل؟ اتلتيكو مدريد نفسه باعوا له جماعه امريكان. خلاص برشلونه ومدريد لازم تتغير هاي الفكره. الدنيا قاعده بتتطور بتتحدث. جمعيه عموميه جمعيه عموميه، والاتحاد الاسباني والرابطه شروط شروط شروط. هدوا علينا يا اخي. اقسم بالله الدوري الاسباني لوين رايح ما حدا داري، ما حدا داري بعد اللي قاعد بشوفه مع عندي المملوكه هاي. الله يستر. وبس حبيت الخص هيك فكرتين بسيطات. السلام عليكم.